فات ال3 سنين وما عملتيش المحتوى اللي انت عايزاه، وفجأة عملتي أغنية حمادة هلال بتقولي. ابتديت بقى اشتغل على الغنى، ان انا امسك الأغنية افسرها بأحاسيسي انا. الحاجة اللي احس بيها. تعملي كده بس يعني تطلعي تغني أغنية تهزري وأقلد الممثلين اللي انا بحبه. طب انا لازم يعني انا بحب شخصيات كتير قوي. بحب عبلة كامل، انا مش عايزه يعني احصر نفسي ما بين حد معين. بحب محمد رمضان جدا. تعرفي تقلدي محمد رمضان جدا. انا اتسميت نمبر 1 على اسمه نسبة لي. طبعا هو في حتة تانية. بس انا مسميني كل البرامج نمبر 1. طب ممكن تقلدي محمد رمضان؟ نمبر 1 معايا كل شيء مباح. نمبر 1 طريقي ناني ناح. نمبر 1 اسطوره وماشيه باكتساح. نمبر 1 وكل شبل وليه مفتاح. العب ولع لنا اتحدى اي حد اسمع قربك كلامي لازم يسمع. نمبر 1. بذمتك مش متضايقه عليه؟ بس انا على تخين شويه. نفسه هو نمبر 1 وانا نمبر 1. كل واحد نمبر 1 في مجاله. طب انا ليه حاساكي مكسوفه؟ انا خجوله، طبعي خجول. ما شفتكيش في لقاءات مكسوفه قبل كده. مكسوفه مني عشان انا بحبك قوي. ربنا يخليكي. لا مش عايزاكي تتكسفي مني. انا دايما يقولوا لي ايه، طول عمرك بتتكلمي جد وكده، ليه بتختاري شخصيات من التيك توكرز وكده تستضيفيهم مع ان بعضهم بيقدم هيافه؟ حصل. بيقولوا لي كده. حصل. فأنا دايما مش دفاعا عن نفسي يعني، ولكن أنا في شخصيات بحس إنها بتساعد الناس. حصل. يعني أنا لما أم خالد تطلع مثلا تحمر بطاطس وتكلم ابنها، هي مش بتضر حد. لا. انتي لما تطلعي تهزري وتقلدي محمد رمضان ما بتضريش حد. بصي حضرتك، أنا ما بتضايقش غير من الناس اللي بتقول ألفاظ، بتقول حاجات ما تصحش. لا محتوية ما فيهوش ألفاظ. مش كده. أنا عاملة حاجة عكس. أنا بحاول أضحك. سهل إن أنتي تبكي. يعني ممكن أحكي لك موقف أخليك تعيطي فيه، لكن صعب قوي إن أنا أضحكك. صعب جدا. فأنا داخلة في حاجة عكس اللي الناس عايزة. حد يعني طبعا يقول لها حاجة حلوة طبعا. يضحكها، يطلعها من مود الحياة اللي هم عايشين فيه، الضغط. فلما تلاقي حد كده، أنا بيجيلي انتقادات كتير قوي، كومنتات سلبي كتير قوي. أنا بعمل إيه؟ على إيه بقى؟ على الفيديوهات مثلا. يقولوا لك إيه بقى؟ يعني مثلا بلاقيهم يتدخلوا في حاجات مش بتاعتهم. يعني انتوا ليكوا بالشخص. أنا اللي منزلة الفيديو. هل ابني منزل الفيديو؟ لا. زوجي منزل الفيديو؟ لا. بلاقيهم سايبين الفيديو، سايبيني. زوجك فين؟ ابنك فين؟ انتوا مالكوا بيه؟ وانت بتعملي حاجة زوجي في ابو ظبي، ابني في بالتيم، يعني بيصيفوا، هم حرين. انتوا ليكوا بيا. وبعدين انا مش بعمل حاجة مبتذلة، انا بغني، بقلد، بحاول اطلعكم من الكبت بتاعت الحياة اليومية بتاعتكم. طب لو انت مرة متخانقة مع جوزك، ايوه، او عندك هم الدنيا، عندك مشكلة في البيت، ولازم تعملي الفيديو اكلايشك. حصل. بيحصل كتير. بتضحكي ازاي بقى وانت زعلانة؟ بتفصل. انا حاطه ان التيك توك ده او الفيديوهات اللي انا عايزه اوصل رسالتي لاي مخرج او لاي فنان يكتشفني. انت عايزه تمثلي؟ امنيه حياتي يا استاذه ريهام. ومش هسكت. to be or not to be. يعني انا غنيت بالفعل، والاغنيه طلعت ترند. انا مش همشي يعني. انا دلوقتي ما تقعديش بقى تقولي اغنيه وتتكلمي في نصها. الاغنيه الكليب الجديد انا عايزاكي تغنيهولي. حاضر. غنيلي منه حته كده وبعدين انا محتواي على التيك توك حاجه اسمها فلاتر. بجيب في فلتر، بس انا مسمياه فولتر مش فلتر. بجيب الفولتر وببتدي احكي ايه اللي في الفولتر بيناسبني. فاهمين؟ فالاغنيه بتقول هوبي بينا فولتر. لا، بالبدايه انا بنادي على اسلام فوزي، لان اسلام فوزي بيعمل رياكتات في حد. انت ايه بقى العلاقه اللي بينك وبين اسلام فوزي دي؟ اخويا. وبعدين طول ما هو بيتكلم عنك بيضحك. ضحكته اصلا. وبعدين تحسي برضو ان اسلام بيسخر ساعات من الناس،
وسخريته دي بتضحك من غير ما يجرح حد يعني. ساعات في الاول كان بيجرح حد، بس دلوقتي لا، من الناس اللي بتنجح جدا انها تضحكني جامد اسلام فوزي. هو لذيذ. مع ان الاول كنت معترضه على انه ممكن يكون بيجرح شويه ناس بتعليقات، لكن هو دلوقتي ما بقاش بيعمل كده. تحسي ان وهو بيعلق على اللي انت بتقوليه او بتعمليه مخلي باله انك ما تزعليش او انه ما يتريقش او كده. هو بيعزني معزة الاخت الصغيره. طبعا انا عندي 25 سنه قاصر، فهو بيحافظ. انت عندك 25 سنه؟ انا عندي 25 سنه وقاصر، فهو بيحافظ ان هو اخ ليا كبير، فما بيرضاش يزعل. لا قولي لي العلاقه ابتدت ازاي؟ ابتدت بالاغاني اللي انا كنت بعملها وهو عمل رياكت عليها، اغنيه حماده هلال، فاتفاجئ بالورده اللي انا بطفيها. يعني كل ما اشوف عمري جري بخاف، كل ما تدبل وردتي فيا، فانا ما لقيتش ان الورده هتدبل الا في الحته دي، لا مؤاخذه. فاهماني؟ فهو شاف ان الورده دبلت فين، فصل ضحك، خرج عن المود، ضحكته علت الفيديو. اوكي. يعني لما علق على الفيديو عالي، الفيديو على قوي. ابتدى استاذ حماده هلال ينزلها عنده. عملت فيديوهات كتير. محمد رمضان نزل الفيديو بتاعه عنده. عملت الاستاذ محمد العوضي، عملت له برضو احمد العوضي، عملت له مشهد، خده ونزله عنده. فجيت عملت فيديو الصيف اللي فات، قلت لهم انا فين؟ يعني انتوا بتاخدوا فيديوهاتي وبتضحكوا، اتبنوني بدل ما حد يتبناني. وانا يعني اعملي لي مشهد احمد العوضي. مش محضره الصراحه حاجه دلوقتي، لان انا اصلا بشوف الفيديو ايه وبعمل الرياكت على الصوت. طب انتي ما قلتيليش حتى الاغنيه دلوقتي، قطعتيها برضه. حاضر. فينك يا اسلام يا فوزي؟ ام جاسر ورحيم هيغنوا. خد تعالى اقول لك. طب هوبي بينا فولتر، كل لما بنجح انت تغل اكتر. معقوله يا اسفر لسه عندك اكتر؟ مش معقول ان اكتر. خدوا ساتر المفترس داخل. هو دويتو معايا زميلي يعني. مين اللي الفها لك؟ حد لذيذ قوي. بس انا عندي مشكله ان انا بنسى الاسامي. اسمه ايه يعني؟ محمد زيزو يالا. محمد زيزو يالا. ده عامل اغاني. ايوه هو لقبه. بابا اسمه يالا؟ لا ده لقب. يعني انا مجسر البطل. هل انا بطل؟ لا بس مش يالا. بطل ما هو لقب. هو عمل اغاني مهرجانات كتير معروفه ومسمعه. لمين يعني؟ لناس كتير، كابونجا. بس لازم تغير اسمك يا محمد كده يعني. طيب. فعجبني الكلمات حلوة قوي، وإن شاء الله برضو بيكتب لنا الأغنية الهندي اللي هننزل بيها في العيد. طب ممكن يكتب لي أغنية؟ عيوني، بس حضرتك تبقي معايا. غنية أنا وإنتي؟ والله يا ريت، ده شرف لي. طول عمري أنا طول عمري بس هنغني. أنت لو سمعتيني الأستاذة أم كلثوم أنا قصر كل القواعد. فاهمين؟ مش عايزة تسمعيني صوتك. المشكلة أنا مش بحفظ أغاني قوي يعني. أنا لازم يبقى الحاجة قدامي أقرأ. ما عنديش حفظ. طيب